في شيء اسمه نفخة الروح. نفخة الروح. الله سبحانه وتعالى نفخة الروح خص فيها الإنسان فقط. خص فيها الإنسان فقط. القطعان فيها علاقات غريزية، والغريزة قلنا هي الرغبة غير واعية، غير الواعية. المجتمعات فيها نعم. علاقات بين الأفراد واعية. علاقات واعية بين الأفراد، هذا اسمه مجتمع إنساني. مجتمع إنساني في علاقات. هذا المجتمع ظهر ابتداء من نفخة الروح بالبشر لتحول إلى إنسان. الإنسان عنده روح، البشر ليس له روح، الحيوانات ما عندها روح. كيف ما عندها روح؟ الروح ليست سر الحياة. وش الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ما هو شائع في التفاسير أنه الله استأثر بعلمه. لا أجاب. وين؟ سألوه ما هي الروح فأجابهم. يعني هذا الكلام هو الجواب. بدي أسألك سؤال، أوامر رب العالمين هي روح ولا مجسمة؟ يعني الصلاة مجسمة؟ يعني أنا بدي أشوف الصلاة ولا أرى إنسانا يصلي؟ الإنسان يصلي. طيب شو الصلاة لك؟ لحظة بس خليني دكتور، أنا يعني خلينا نحلها في الذهن العام. إيه؟ كيف الحيوانات غير العاقلة ما فيها روح؟ لأنه الروح هي أعطت العقل للإنسان. وش اللي فيها طيب الحيوانات؟ النفس. لا، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولا تقتلوا أنفسكم، النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما النفس غير الروح. طيب يسألونك. لا كمل لك. هذا شائع جدا. لا كمل. موضوع أن الله استأثر بعلمها واستأثر بعلم يوم القيامة. لا التنزيل الحكيم في معلومات وفي أوامر إلا صح. في غيره؟ لا. طيب قال له هي ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أنتم يعني التنزيل الحكيم مو كل علم رب العالمين موجود فيه. لهذا بعد الآية أوتيتم من العلم الذي تمثله هذه الأوامر. يعني لا، العلم غير الأوامر، العلم هو التنزيل، هو القرآن. معلومات. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذا هي معلومات. طيب. الأنباء. طيب. لا أنت بكمل لك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية اللي بعدها ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. والذي أوحينا إليك هو الروح. ثم لا تجد لك به علينا. يعني الآية اللي بعدها هي اللي بعدها على طول. راها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا. لا يرسل الروح من أمره على من يشاء من عباده غيره. لحظة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان ولا الإيمان ولكن جعلناه. طيب. الحيوانات عندها قيم؟ لا. الحيوانات عندها تشريع؟ كلا. الحيوانات في عندها معرفة في إرادة، نعم أو كلا؟ كلا. هي الروح. هي إجت لمن؟ هذه الإنسان. أيوة. حتى إذا سويته ونفخت فيه من روحي وقعوا له ساجدين. الله نفخ الروح بمين؟ بالإنسان. الروح هي سر تحول البشر إلى إنسان. سر تحول البشر إلى إنسان. شلون طيب؟ فإذا سويته سويت يعني استوى وقع. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها يعني سوى يعني سوى بده ينفخ فيه من روحه. فإذا سويته يعني في المستقبل إذا سويته ونفخت فيه من روحي. فتمثل لها بشرا سويا. عرفت بشرا لأنه شاف الجسد. نحن كبشر كلية الطب البشري مو الإنساني. شو بتدرس كلية الطب البشري؟ ما يقولوا الطب الإنساني. ما بيقولوا الطب الإنساني. شو بيقولوا؟ الطب البشري. شو بيدرس؟ شو بيدرس؟ يدرس تشريح الأعضاء. طيب والبقرة كمان لها أعضاء. طيب. هذا اسمه الطب البشري. وفي العلوم الإنسانية. ما في العلوم البشرية. القانون صح. والأدب. ما تسمى العلوم البشرية. الأدب كلها اسمها ايش؟ العلوم هذه خاصة بالإنسان. وفي العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية. العلوم الإنسانية لها علاقة بالأدب والقانون والشريعة والقصص. كل هي علوم إنسانية. طيب. والفلسفة. طيب كذا. يعني وضحت بقى. هي هون كثير مهمة نعرف إنه يعني حتى ما يمثل لهم إياها. الله أمر بالصلاة
الصلاة لا ترى. أبستراكت، لا ترى. أنت ترى الإنسان يصلي. الصلاة الله هي من أوامر الله اللي هي من روح الله. هذه الروح، وش معنى إنها من روح الله؟ لأنه الروح لا تموت. أنت إذا مات الإنسان، مات البشر، الروح الصلاة بتضل. وليست بتبقى- مشخصا المشخص. لا، ليس مشخصة يفنى. حتى تموت. آه. يعني معلومات هذه تركها نيوتن مو موجودة لليوم. إلا. نيوتن مات بس المعلومات موجودة. يعني المعرفة والقيم والتشريع هي الروح، لأنه هي موجودة بالمصحف. والروح ماذا تعني؟ ما لا يموت. لا تموت. لا، يعني وش معنى روح؟ الروح هو الذاتي الابستراكت الذي لا يموت، خالد. هي القيم نفخة الروح، لأنه بدأ نفخة الروح بآدم، نعم. فأعطاه أول شيء المعرفة بداية، وتملت اللغة. لأعطيك مثال كثير على الروح. هلا أنت طيب. هذا ورق، نعم. وهذا حبر، صح؟ هذا مجسم، صح. طيب المعلومات الموجودة بهالسطر، إذا قرأت هالسطر المعلومة اللي بتصل لك هي الروح. المعرفة. يعني الروح، ولا سبق قال لك من أمر ربي وإيش؟ وما أوتيتون من العلم إلا غير قليل. أمر ربي. يعني وما أوتيتم من العلم، العلم جاء بالقرآن، يعني القصص القرآني هي معرفة. عم يعرفك خلق السماوات والأرض، ينزل الملائكة بالروح من من أمره أمره. على من يشاء من عباده. طيب. الروح ليست سر الحياة، الروح خالدة لا تموت. الروح هي سر الأنسنة، سر الأنسان. هي تميز الإنسان عن البهيم. طيب وش معنى قوله تعالى ينزل لا، الملائكة طول. بالروح من أمره؟ يعني الله وقت بعث الملائكة بالروح على سيد رسول الله، مو ملاك بالروح اللي هي من أمره، هذه الأوامر والتعليمات التي لا تموت. لا تموت. طيب. هي الوحي. الوحي. قال لك يسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عم يقول لك إنه هذا الوحي، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لك الآية اللي بعدها ولو أنزلناه كتابا في قرطاس. الروح ولو أننا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إنما هو سحر مبين. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا إلا يعني سحر مبين. هي سؤال. هلا أجابوا عن الروح، أجاوب ولا لا؟ إلا جاوب. يعني ما خلينا ناخذ التوصيف اللي في التراث انه لم يستأثر، يعني لم يستأثر الله بتعريف الروح وبماهية الروح. الروح ليست سر الحياة. نعم سر الحياة استأثر الله بها، لأنه قالوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم، بس الروح مو سر الحياة، هي سر الأنسنة. ما هو سر الحياة اللي سافر الله به؟ سر الحياة انه كيف تحول الانسان، كيف تحول من مادة غير حية لمادة حية، والحي يعني يتكاثر. انتبه، والحي يتكاثر. هذا السر غير مكشوف في القرآن الكريم. هذا قال لك ان الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت هو، لكن ومخرج الميت من الحي هو وغيره. لا، اذا قتلت انسان ما بيموت. إيه انت قتلته، أخرجته من حياته الموت. الله مخرج الموت، بس ما هو قتله، أما هو أحيا يخرج. لا، مو أنت. يعني أنت طالع حي من ميت ما بتطالع طبعا. أما أنت واحد حي تقتله تموته ممكن. طيب. هون هن دائما بيخربوا أن الروح ليست سر الحياة. البهائم ليس لها روح. طيب خليني يا دكتور عشان الوقت بدنا نتعرض لها تعرض سريع. باختصار يا دكتور، أين يمكن القول أن التنزيل الحكيم اهتم بالمعرفة النظرية، معرفة الفلسفة والجمال والفنون وغير ذلك؟ أولا نظرية المعرفة الأساسية التي تقوم كل الفلسفة بالعالم كله، والسؤال الفلسفي الأساسي الذي كل فلاسفة الدنيا لليوم قائم، هو الشيء لذاته والشيء لنا. الشيء لذاته والشيء لنا. والشيء لنا. يعني هذا لذاته. شلون هذا لذاته؟ يعني هو قائم بذاته بدوني. صح. وهو إلي، يعني هو دخل بوعي. أي. هل هو نفسه؟ ما فهمت. هذا القلم
لذاته ولي، في تطابق؟ ايوه في تطابق. مئن لا، شو عرفك؟ كل اهل الارض هيك. شو عرفك؟ شو عرفك؟ ما كل اهل الارض هيك انه شيء لذاته؟ هذا سؤال فلسفي الاساسي. لا، التطابق يعني بين صورته في الذهن وبين وجوده في الواقع. اذا هو قدامي وانا اشوفه. ايه واذا انت هو، بس هل هو هذا عم ينقل له نفسه ولا هو لذاته شيء ثاني؟ يعني ما ممكن يقول لك اجابه على سؤال الا اللي خلقك وخلق الشيء. وين هذا في التنزيل الحكيم طيب دكتور؟ هو الحق والباطل. الحق والباطل. والحق احنا قلنا اللحظه التي تتحول فيها الوجود الموضوعي خارج الوعي، سيلف فور ايت سيلف. الوجود الموضوعي خارج الوعي، سيلف فور ايت سيلف. يعني هل الله تصور في الذهن ولا موجود؟ الله موجود وتصور في الذهن. سؤال، هل هو تصور ولا موجود؟ موجود. ايه هذا كيف قال لك انه هو موجود مو تصور؟ هو بيقول لك ان الله هو الحق. هو شو يعني؟ الله موجود في ذاته مو بذهنك. يعني مو انت تصورك عن الله اللي سوى الله موجود في ذاته. ليس التصور الذي في الذهن هو الذي اوجده. هو الذي اوجده. يعني عم يقول لك انه الله مو تصور، ان الله هو الحق. هو الحق.